السلام عليكم. إذا كنت من محبي كرة القدم فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر، وهذا بعد فوزه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح وتأهله رسميا إلى الدور ربع النهائي، ليكون أول منتخب عربي في التاريخ يصل إلى هذا الدور. وهذا ما جعل الإسبان يدخلون في هستيريا، حيث انفجرت مذيعة إسبانية بالبكاء خلال نقلها لخبر فوز المنتخب المغربي وإقصاء منتخب بلادها رسميا، حيث قالت: لا أحد من الإسبان كان ينتظر هذه المفاجأة. كنا نتوقع أننا سنفوز بسهولة ونتأهل إلى الدور ربع النهائي وسنفوز بكأس العالم، لكن المنتخب المغربي فاجأنا. كما ألقت الصحافة الإسبانية كل اللوم على المدرب الإسباني لويس إنريكي، وقالت أنه مدرب فاشل ولا يصلح لتدريب المنتخب الإسباني. في نهاية الفيديو شاركونا بآرائكم في التعليقات.